السلام عليكم ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير. قرر المغرب ابتداء من اليوم قطع علاقته الدبلوماسية مع إيران بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للمملكة ونشرها لبيان تضمن تعبيرات غير مقبولة في حق المغرب إثر تضامنه مع البحرين، كما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. التفاصيل مع حميد سعدني. قرار المغرب بقطع علاقته الدبلوماسية مع إيران يأتي ردا على التعامل غير الودي والمس بمقومات الأمة المغربية من قبل طهران. بلغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ذكر بطلب المغرب لتوضيحات من السلطات الإيرانية التي نشرت بيانا تضمن تعبيرات غير مقبولة في حق المغرب إثر تضامنه مع مملكة البحرين على غرار العديد من الدول بشأن المساس بسيادة هذا البلد ووحدته الترابية. وكان المغرب استدعى القائم بالأعمال بالنيابة بسفارته في طهران للتشاور لمدة أسبوع، مدة مضت دون التوصل بأي تفسير عن هذه التصرفات الإيرانية. ويضيف البلاغ أن هذا الموقف المرفوض والموجه حصرا ضد المغرب انضاف إلى نشاطات ثابتة للسلطات الإيرانية وخاصة من قبل بعثتها الدبلوماسية بالرباط، نشاطات تستهدف الإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي الذي يحميه جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين. ويستنتج بلاغ الخارجية أن هذه الأعمال المدعمة تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة. المغرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفيري أكد أن قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران يعد نتيجة للتصرفات غير المقبولة التي جعلت مختلف مكونات المجتمع المغربي تعبر عن استغرابها للكيفية التي تعاملت بها إيران مع المملكة المغربية. المغرب أعرب اليوم أيضا عن انشغاله العميق لما قد يكون للقرار غير المسبوق الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير من تداعيات على الأمن والاستقرار بهذا البلد وعلى آفاق إيجاد حل شامل ودائم لأزمة دارفور. وذكر بلاغ الخارجية المغربية أن الرباط تجدد دعمها لكل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق أمن واستقرار السودان الشقيق بما يحفظ سيادته ووحدته الترابية على كافة أراضيه ويصون مؤسساته الشرعية وعلى رأسها رئاسة الدولة.